في واحدة من أكثر المناطق حساسية في شمال إفريقيا تمتد الصحراء المغربية بهدوئها الظاهري، لكن خلف هذا الهدوء يكمن توتر لا يرى. هذا العمل ليس أكثر من سيناريو افتراضي يحاكي ما قد يحدث إذا خرجت الأمور عن السيطرة. في هذا السيناريو تبدأ الأحداث بتحركات غير معتادة، وحدات عسكرية تتحرك في صمت، رادارات ترصد أهدافا مجهولة، وطائرات بدون طيار تراقب من السماء. كل شيء يشير إلى شيء واحد: تصعيد وشيك. وفي ساعات الفجر الأولى يحدث ما لم يكن متوقعا: ضربات صاروخية مفاجئة تخترق السماء بسرعة هائلة، محاولة شل الدفاعات وضرب الأهداف الحيوية في دقائق معدودة. لكن الرد لم يتأخر. أنظمة الدفاع تدخل الخدمة فورا، وتبدأ عملية اعتراض دقيقة. السماء تتحول إلى ساحة اشتباك بين الهجوم والدفاع. بعد امتصاص الضربة الأولى تبدأ مرحلة جديدة: هجوم مضاد يعتمد على التكنولوجيا والاستهداف الدقيق. طائرات بدون طيار تحدد وتضرب وتنسحب بدقة عالية، ومع مرور الوقت تتغير موازين القوى. خسائر فادحة في صفوف القوات المهاجمة، تدمير معدات وانقطاع الإمدادات. الهجوم يفقد زخمه. وبعد ساعات من القتال يعود الهدوء إلى الصحراء، لكن بثمن كبير. هذا السيناريو يبقى مجرد افتراض، لكنه يذكرنا أن الحروب لا تترك خلفها سوى الدمار.